عطوة بعمل لقاء الرواد المشهور في المركز القومي اختيار يوم لقاء الرواد مع رواد الصف القومي للعجوزة وتكريمهم وإهدائهم إلى الرواد من المركز القومي للمسرح والمسرح. شكرا دكتور مصطفى. ان شاء الله يعني مناسبات عديده كتير جايه والسيرك لازم يرجع ياخد مكان طبيعي في منظومه مختلفه، منظومه محترمه بقيادات واعيه، قيادات محبه، قيادات مهتمه، قيادات قوميه بتحب الوطن بجد. تستاهل كل شيء في الوطن، كل شيء بالابداع والثقافه. اسمحوا لي بس ناخد كلمات بسيطة من صديقي وأخويا الأصغر دكتور محمد الشافعي فنستفاد. مساء الخير. أنا بشرف النهارده بوجودي وسط حضراتكم ووسط هذه المنصة العظيمة. وبشكر الدكتور مصطفى دعوته ليا. في الحقيقه تشرفت بتقديم اول دراسه علميه مسجله للجامعات المصريه عن فنون السيرك، وفي نفس الوقت برضه كان ليا الشرف ان انا اقدم اول عرض مسرحي داخل خيمه السيرك الانتاج السيرك القومي في عام 2016 بطوله فنان السيرك بدون اي تدخل من اي فنان خارجي. فن السيرك فن ملهم بطبعه، اقتبس منه المسرح افكار كتير، اقتبس منه السينما افكار كتير. اعتقد ان في دور بقى ان السيرك نفسه ياخد حقه حتى لو على مستوى نظري. فساعدت جدا لما عرفت ان في موسوعه مصريه هتتكلم عن تاريخ السيرك وفكرته وتشكيله. دايما الدكتور عبد الله الوهاب في موسوعات كتير وقواميس كتير اجنبيه ذكرت تاريخ السيرك، لكن للاسف ما كانش فيه اي مرجع او اي مصدر باللغه العربيه. فده هيكون صف بحي الدكتور مصطفى علوي وبحي المركز القومي. مهم جدا ان نعرف يعني ايه كلمه سيرك، تاريخه ايه، هل بس السيرك هو هدفه يعني تسليم يعني فقط ترفيهي ولا ليه مردود ثقافي؟ الانتيار ده المدرس ده ايه دوره الحقيقي؟ هل بيقدم بنفس الشكل ده ولا ليه اشكال ثانيه؟ انا اعرف ان ان شاء الله خلال التدريس اللي هيكون موجود في الموسوعه، وانا اتشرف النهارده اهدي الدراسه بتاعتي بتاعتي القومي والمسرح لعل يكون فيها معلومه تفيد يعني، وده هيكون شرف كبير. انا مش غريب عن اهل السيرك، انا اتربيت معاهم كلهم اصدقائي واهلي، فانا بتشرف ان انا اقدم اقل حاجه او اقصى حاجه اعملها كتير. انا عايز اقول لحضرتك عن السيرك. السيرك ليس عمل عشوائي وليس عمل وليس فن، ليس له هدف. السيرك هدفه اولا الارتقاء بالحس الفني الجمالي الرياضي بدءا من الطفل الصغير، وهذه العمليه ليست بالسهله. ثانيا معالجه مشكلات مجتمعيه عديده ببساطه المهرج وتلقائيته. كما اؤكد ان السيرك نجاحه جماهيريا ينطلق من انه ليست له اي ايديولوجيات فكريه او سياسيه ممكن ان تهمش اي انسان خارج نطاق فكري اخر، انما السيرك يبدع رياضيا لكي يستقطب الصغار
لحب الرياضة، يبدع فكريا في معالجة المشكلات ببساطة المهرج وضحكاته الخفيفة المحفزة. هذا منطوق السر الثقافي، حيث أنه يضيف عليه إبداع وإبداع الفنان في تعامله بفكرته الفنية وتوافقه الحركي مع الموسيقى المصاحبة، الهارموني بين الجسد والنغم. أيضا الإحساس بالجمال فيما نراه من ديكور وحركات إضاءة وملابس مميزة، كل ذلك يحيي في نفسية المشاهد حب الجمال. وحب الجمال إذا انطلق وتشبع فيه فكر الإنسان سنكون عالم يسعى دائما إلى الكمال من خلال الجمال. شكرا. أقول بس هناخد كلمات سريعة من صحفي الفنان أستاذ محمد بركة، وبنحيي صحفي الإعلام أستاذ باسم صادق موجود معانا، وشرفين بوجود النجم الإعلامي كله والصحفي هو اللي بيدافع دايما أي منجز بيحصل، وإحنا بنشكر وجوده أستاذ محمد. شكرا لكم كلامنا. الحقيقه كنت جاي اتشرف بالحضور وتسجيل هذا الحدث. يعني ما كنت مستعد اصلا ان انا عايز اقول ان السر القومي اتسجل في وجداننا ووجدان اولادنا. احنا يعني لحظه رهيبه جدا، لان انا لا اتخيل في حياتي ان اكون جالس في هذه الحلبه من حلم بالنسبه لي. وورايا مسؤول، يعني انا الحقيقه في فخار انه انا وسط هؤلاء الرواد الاسرار وقاعد مع حضراتكم، وانتم لكم منتج حضاري ثقافي هام تأخر تسجيله بشر الدكتور مصطفى انه بيعالج هذا التأخر حاليا، وان شاء الله تكون موسوعه سليم ضمن وسليم باسم مصر. شكرا. يعني فعلا ورع مثل القوم من المطعم وكنت تعبير على مجرد توجيه المسؤوليه، وهو بياخد خطوات كثيره جدا وحاكمه في اتجاه العمل الموافق للمكان. حابب ان انا اسال فقط هل في متدربين وخطط ذات المشروع؟ حابب كمان نفكر مع بعض حوالين ازاي نوصل الموضوع ده لاكبر عدد من الناس اللي هي بتتعرف على ناس كتير هم اكثر بالنسبه للمدى الفني انا متصور ان الموسوعه مش هتجيب اخرها قبل سنتين مبدئيا، لكن بالنسبه لاول جزء الثاني، لان انا عايز اخد كل عيله بجزء. العيله اللي عجبتنا ونشوف بقى هتقعد قد ايه تشتغل. يعني عارف انا ممكن اخلص الموضوع بس مش هتطلع حاجه، لكن الاكثر ان انا اعمل. لذلك انا مش هعمل فيلم، انا هعمل كل حاجه فيلم وكل قضيه فيلم، بحيث انه الفيلم يتعمل في النهايه هعمل الجزء بتاعي. يبقى بالتالي لو انا بتصور الموضوع في حدود من 8 اجزاء الى 12 جزء، يبقى عندنا من 8 اجزاء ل 12 جزء. يعني ما اقدرش في الصف حجم الماده الاساسيه هل هم
لما تشوفها تحس انها تنفع، مش صور ابيض او صور او جرايد، لا صور الاجانب اللي فيه جزء هيبقى مصور فقط. يعني الصوره وتحتها تاريخها وهي بتعمل بس. وده هيبقى الناس بعد ما نسمع كل فانا بتصوري ان احنا قدام بانهاء الموضوع الجزء من سنتين وثلاثه كده. مش اقل ومش اكتر، لكن مش معنى كده تشوف الاجزاء بسرعه، لا اول جزئين ثلاثه يعتبروا خاصين عندنا كمان ما فيهمش مشكله، لكن الجزء المهم قوي كل عيال، لان ده دي هتبقى يعني بتشد الناس للقرايه اكتر. فكره العيله كل لاعب ليه شهاده لوحده وليه ملفه لوحده، دي هتشد الناس للقراءه. اما بالنسبه للتصوير، اولا انا هعمل نسخه الكترونيه، وانت حضرتك عارف الفيسبوك والنسخه الالكترونيه منتشره قد ايه. ثانيا اعمل بروتوكول يوم الاحد مع قناه النيل لعمل برنامج اسبوعي للمركز المنتجات ومنتجات، وبالتالي هيبقى عندي مجموعه بتاع السر. ده برضه هتبقى الحلقه عباره عن اعلان عن السر. الى جانب اعمل اول منتج بيع دائم بالمركز القومي المصري، اول منتج دائم ما كانش فيه اصابات للكتب، البيع كان بيكون في ساعه وعلى تطلع حسابات وحاجه يعني مش لطيفه. فجبت امبارح عملنا اجتماع مع هيئه الكتاب وجبنا اللائحه بتاعتهم بتاعت البيع وشكل اسمها ايه الفواتير والحاجات اللي هي تخليني تشتري بشكل زي اي منتج بيع. الى جانب يعني وصلت لاتفاق كمية الفلوس وجود منتج تاني مع ان شاء الله انا بسعى انه لو لقينا مكان مناسب في البالون بعد افتتاحه ان احنا ممكن نقعد شهر مركز بيع في البالون مع اول افتتاح باذن الله. وبالتالي تعدد منافذ البيع كمان رايح للاستاذ ياسر وهو راجل متعاون جدا وممكن يعمل لنا جزء في منافذ البيع بتاعته. كل ده هيساعد على انتشار الموضوع، والموضوع دي ازاي؟ هتتباع اكتر من الكتاب لوحدها من غير انا متاكد من ده، لان اي طفل هيشوف كتاب فيه لعبه السر او العاب السر هيقول ان باباها تقول، حتى لو مش عارف المعلومات اللي جوه هيسال الصوره دي بتاعت مين فوالد وبالتالي هو كتاب للعائله كلها. وان شاء الله يعني انا متفائل بالبيع وذلك كل مطبوعات المركز الفترة الجاية عندنا 500 نسخة، إلا